هذا الشاب المغربي استطاع أن يروض طائر الغراب. اجي 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 اجي. برافو. واو واو. من العادي أن تربي كلبا أو قطا أو تربي شعر لحيتك حتى، لكن أن تربي هذا الإيطاشي في بلد تحكمه غربان بشرية سوداء لهو أمر إعجازي حقا. يتحاور معه ويمنحه قضمة صغيرة من أذنه. روك. احذر يا صغروش، فقد يقتلع إحدى عينيك. روك. يخاطبه بلغة الوقواق. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو روك. أخبرنا يا صغروش، من أين حصلت عليه؟ كنت جبتو من العش، كلشي كيسولني كي درتي ربيتيه منين جبتيه. كنت جبتو من العش، جبتو صغير، يلا عنده 7 أيام، ودابا راه عنده 6 شهور. دابا عنده 6 شهور. تربى عندي، كان صغير مازال كاع ما حل عينيه. تتميز الغربان بذكائها الخارق، كما أنها تعيش في مجتمعات تماما مثل البشر. روك تعداو عليه الغربان ديال الغابة، مسكين درتو اليوم يفوج يطير معايا، صدق جا لهنا بوحديتو وجاو تعداو عليه الغربان، تعداو عليه وضربوه. عندما غاب روك هذا الإيطاشي الصغير عن جماعته اعتبرته خائنا، فهو محكوم عليه بالعقاب من محكمة الغربان العليا. لحسن الحظ هذه المرة استطاع أن ينجو بأعجوبة، ففي العادة يتم إمساك المذنب وتمزيقه بالمناقير الحادة حتى الموت، لكن الجميل في الغربان أنها تحترم موتاها، حيث تقوم بإكرام الميت ودفنه بشكل لائق، فسبحان الله أحسن الخالقين. هناك من يربي طائر الغراب من أجل استخدامه في السرقة، على عكس عبد الله سرغوشني ابن مدينة بولمان الذي يطمح للطيران يوما ما رفقة غرابه الأليف، فهو يمارس رياضة الطيران الشراعي، ولربما هذا هو سر التوافق والجاذبية بينه وبين غرابه.